السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل البطاطا مع بعض، هنشويها كده في الفرن زي ما انتم شايفين كده. ده الحجم اللي انا جايباه اهو. طبعا لسه ما غسلتهاش. انت لو عندك الطحينه في قلب البطاطا كده كتير، سيبيها من 10 دقايق لربع ساعه هتبوش منك بكل سهوله. تمام. انا هملى عليها ميه واغسلها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي بقى، بعد ما غسلتها انا كده يعني سبتها في الميه حوالي اقل من 10 دقايق، تعملي اللي وراكي هتيجي تلاقي كل الطينه اللي فيها باشت في الميه اهي. وغسلتها بقى واحده واحده كده زي ما انتم شايفين، بقت زي الفل اهي. ايه رايكم بقى؟ انا هحطها في الفرن لحظه واحده. بصوا انا بحطها كده في الفرن اهو زي ما انتم شايفين. انا هرصها في الفرن كلها وارجع لكم تاني اهي. انا كده رصيتها جوه الفرن اهو زي ما انتم شايفين. تمام. طبعا انت تجيبي كميه البطاطا على حسب ما انت عايزه كميه قد ايه. انا هسيبها بقى تستوي. طبعا انت هتشم ريحتها، طبعا برضو تبصي عليها كل شويه وتقلبيها وهتشم ريحتها لما تستوي. تمام. انا هسيبكم بقى عقبال ما تستوي وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بقى بعد البطاطا ما استوت زي ما انتم شايفين كده. انا سبتها بردت شويه اهي. عامله ازاي جميله. طبعا انت لازم كل شويه، شوفوا عامله ازاي. بصوا حلوه قوي. بصوا عامله ازاي من جوه، تحفه تحفه تحفه. طبعا انت بقى بصوا عامله ازاي حلوه قوي. يعني هي سهله جدا ومبسطه، ما فيهاش اي حاجه. يا دوبك غسلناها، حطينا عليها الميه وغسلناها كويس، وبعد كده رصيناها على الشبكه اللي في الفرن. طبعا وكل شويه ما تسيبهاش كده، لا ممكن هتشيط منك، لازم كل شويه تخشي تشوفيها. وطبعا لما هتلاقي من مثلا من تحت استوت، تقلبيها على الوش التاني عشان ما تشيطش منك. وطبعا ريحتها بتطلع اول ما بتستوي، بس لازم طبعا كل شويه تبصي عليها. تمام يا حبايبي. يعني الوصفه سهله قوي قوي، بس الصراحه طعمها جميل حلو قوي. واللون بتاعها بصوا عامل ازاي، روعه. ايه رايكم بقى؟ وسويناها بكل سهوله. لسه في تاني، انا طبعا حطيت شويه بس في الطبق عشان اصورهم معاكم، لكن لسه في تاني بطاطا انا ما صورتهاش كلها. ايه رايكم بقى؟ يعني ما فيش اجمل من كده، ووصفه سهله قوي. يا ريت يا ريت يا حبايبي ما تنسونيش باللايكات. ايه رايكم بقى؟ بجد تحفه وطعمها روعه. لو عجبتكم الوصفه اكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.